سلام. النهارده من البدايه كده الفيديو طويل، فاللي وراه حاجه ممكن يشغله وهو بيعمل الحاجه اللي هو يقدر يعملها. اي حاجه محتاجه ايديك، مش محتاجه دماغك. انا محتاجه دماغك معايا او دماغك معايا. الكتاب ده من الكتب اللي هتاخد مني اكتر من شهر عشان تخلص، مش عشان صعوبته، علشان كل صفحتين 3 أو 5 صفحات بيخلوني اقف وافتكر حدوته وحل الموقف واوصل للنتيجه. النهارده انا جايه هفتكر الحدوته معاكم، بمعنى لكم حكايه ناس بجد، ناس انا شفتها وعيشتها. هي مش من جيلي، الناس دي في ذمه الله، الناس دي من جيل والدتي او اكبر منها سنا يعني. ولو انتوا شايفين عنوان الفيديو، فانتوا قريتوا اللي انا بقول في عنوان الفيديو ده، ان الاباء او الابوين عموما هم اكثر البشر على الابناء. هناخد القصه الاولانيه لان هم قصتين. القصه الاولانيه بتقول كالاتي: كان في مؤسسه، هم قصتين مربوطين ببعض فهم نفس المؤسسه يعني، مكان شغل عموما يعني. كان في بنتين، البنتين ما هماش ملكات جمال، ولو ان انا مش مقتنعه بمقاييس الجمال اللي بتتقال، انا مقتنعه ان كل خلق الله جميل، بس عموما يعني البنتين كان مستوى الجمال بتاعهم واحد. كان في واحده ست نوعا ما متوسطه العمر، البنتين دول كانوا في الثلاثينات من عمرهم، في عصر احنا بنتكلم على الجيل اللي هو مواليد اواخر الاربعينات، مواليد اوائل الخمسينات، يعني زمن تاني خالص غير زماننا. يعني فكره ان البنت تقعد ل 30 سنه من غير جواز ده كان شيء مش لطيف جدا. المهم ان البنت منهم، الست اتعاملت معاها، قالت لها والله انا عندي فلان عايز يتقدم لك وانت ما انتش حلوه، اعتراض على خلق ربنا من اول، بس تمام. وهو يعني هيرضى بيكي كده على حالك. هو الراجل كان متجوز وعنده ولدين من ست ثانيه، ومش هيزعجوكي بحاجه، اصلا في محافظه ثانيه. خلوا بالكم من الريد فلاجز واحنا ماشيين، وبعدين هنفسرها. بعد كده فضلت تزن عليها وهو هيستحملك ومش عارفه مين. هو والله موظف، بس موظف في مؤسسه ثانيه، هو زميل جوزي والكلام ده كله. هو هيرضى بيكي كده على وضعك. يلا بنت بنوت معديه 30 بشهرين وما تش ملكه جمال يعني. بغض النظر عن التنمر وعلى الكلام ده، هي صدقتها. وده علشان في انسكيورتيز. يعني اول ريد فلاج انا بشوفه بيبقى عند الانسان نفسه ضد نفسه. وقبلت واتجوزت الراجل، ابو العيلين اللي في محافظه ثانيه. الراجل ما بيتحملش المسؤوليه بتاعه البيت، ما بيصرفش على بيته. هي بتصرف وهو يجيب لها، تجيب تدفع فواتير، تجيب اكل وشرب، تجيب كل حاجه، تصرف على نفسها وتصرف على كل ما يحتاجه البيت. وهو بيجيب لها ناس يعزمهم عشان يشرفها انهم يجوا ياكلوا مخزون البيت اللي هي جايباه من مرتبها. هو ما بيحطش قرش. كفايه وجودي يعني في حياتك، انا عزمت لك ناس عشان شرفك، عايزه حاجه ثانيه؟ ما تحملش مسؤوليه. تمر الايام، طب ما فيش عيل، ما طلعتش بعيل، اكيد العيب منك، كان خلف قبل كده. وبعد ما مات في الاخر خالص هتكتشف ان هو كان عنده مشكله. هو خلف مرتين بس جاله مرض ما منعه من انه يداوم الخلفه. يعني هي كمان تعالى نروح لدكتور، لا المشكله اكيد عندك. ما فيش ادنى تحمل المسؤوليه، بس في واحد عايز يتحكم فيكي ويتمر عليكي، ده وده لا، وهو ملوش اي دور. ما فيش اي حاجه تخليه يستحق القوام. لا بيحميكي ولا بيحتويكي ولا بيراعيكي ولا بيصرف عليكي. مستنيه معاه ليه؟ عشان ما يبقاش اسمي مطلقه، علشان ما ابقاش بعد لقب عانس بيتقال لي مطلقه. طب قابلتيه ليه؟ عشان اخلص من ضغط المجتمع اللي بيقول لي ان انت عانس. يعني انت ما كنتش مقتنعه بيه من الاول، بس قابلتيه شويه ومراته الاولانيه طليقته ترفع عليه قضيه نفقه علشان الولاد، يقوم ياخدك من ايدك يروح للمحامي عشان انت ترفعي قضيه نفقه، وهو ما بيصرفش عليكي. لو يعني عمل بطاقه تموين ما تعرفيش عنها حاجه وبيبيع لك سكر وزيت التموين، بياخد ثمنه منك، وتروحي معاه تعملي توكيل المحامي عشان يرفع القضيه باسمك. ففوق ما انت ظلمتي نفسك، انت حرفيا بتشتركي في ظلم عيلين ما لهمش دعوه بالليله. في الاخر الراجل ده بيموت بعد ما مررت وبعد ما ركب الدش وقضاها اوروبي. وطبعا انتوا فاهمين يعني ايه قضاها اوروبي. وقعد يقلل منك، من انوثتك ومن كيانك، ويحقر منك ويستغلك. مفيش اي تحمل المسؤوليه. يعني بمعنى ان هو اكتر من طفل مش متربي انه يكون راجل، بعد ما يكون على انه يكون راجل. لان الرجوله مسؤوليه والانوثه مسؤوليه برضه على فكره، عشان بس نكون بنتكلم كلام مظبوط. وبعدين لما مات تكتشفي ان هو عامل بطاقه تموين باسمك وباسمه، البطاقه دي مع اخوه. وتكتشفي ان في قضيه تموين بتتعمل لك، انك بتصرفي التموين 6 شهور لنفرين والراجل ميت وما بلغتيش، والمفروض ان انت تبلغي في خلال شهرين. تتعمل لك قضيه وتروحي للنيابه على حاجه انت ما عملتيهاش وما تعرفيش عنها حاجه اصلا، وتضطري ان انت تخلصي الموضوع بمحامي بدفع غرامات والكلام ده كله، وتدخلي في مهاترات. يعني انت مأذيه بعد ما مت، واولاده جايين ان بابا كان عنده ارض وعنده مش عارفه مين، وانت ما تعرفيش حاجه عن مادياته. انت اصلا كنت بتصرفي عليه. ايه اللي مصبرك؟ ايه اللي محملك؟ وبعدين في الاخر عيشي حياتك على انك ربنا هيجازيكي على ده خير عشان انت صبرتي، استحملتي الراجل اللي مش قادر يستحمل مسؤوليه عياله، وشاركتيه في التنصل من مسؤوليه عياله.
احاول اكون هاديه لان القصه دي معصباني الحقيقه. يعني فكره انك ما تقفيش عند كده، يعني انت نفسك بتتنصلي من مسؤوليه اختياراتك، بتتنصلي من مسؤوليه انك استحملتي حياه مش مناسبه ليكي في وقت ربما تكوني انت مش مستعده لا نفسيا ولا اجتماعيا ان انت على المستوى الشخصي ان انت تتحملي انك تكوني زوجه اصلا، ودخلتي في علاقه مع واحد عنده حياه سابقه ليها ديول هتستمر موجوده، ومفيش حاجه اسمها اصلا عنده ولاد بس مش هيبقوا موجودين في حياتك، مفيش حاجه اسمها كده. اي حد عنده ولاد هم موجودين في حياتك، حتى لو مش موجودين باجسامهم هم موجودين كمسؤوليه على جوزك، مش هينفع يتنصل منها، مش هينفع. يعني لو عنده ام واب وممكن يكون عاق ويرمي على حد من اخواته ويخلع هو، بغض النظر على انها المفروض تتقسم على الابناء كلهم مسؤوليه الام والاب، لكن اللي عنده ولاد ما ينفعش يخلع هو. اللي عنده ولاد معناه ان انت ماديا ومن وقته ومن مجهوده الولاد دول ده على حساب ايه؟ على حساب حياتك. يبقى اللي عنده ولاد عنده حياه ثانيه انت راضيه انها تكون شريك ليكي في الزوج ده. وانا مش بتكلم على ان طليقته عايزاه، لا طليقته مش عايزاه، بس اكيد ولاده من حقهم فيه ده، وانت قبلتي ان حتى لو كان الراجل ده بيصرف على بيته ان جزء من احلامك لو انت عايزه تروحي المالديف مثلا تقضي لك اسبوعين، مش هيقدر ان هو يحوش او يجهز للرحله دي علشان في مسؤوليه ان ليه ولاد في ثانويه عامه، ولا ولاد هيتجوزوا، ولا ولاد عايزين مش عارفه كذا، هم اهم منك. فانت دايما هتبقي رقم 2 للراجل ابو الولاد اللي بيدور على واحده. انت قبلتي ان يقلل منك من بدايه العلاقه، من اول ما هم بيتقدم لك او بيتفتح موضوع معاكي، مين هيرضى بيكي علشان انت كبيره في السن، اصل انت ما اتجوزتيش لحد دلوقتي، علشان ترضي مجتمع ما شالش معاكي الشيله، في حين ان الراجل ده كان من باب اولى انت عندك ولاد بس بيفرق عندها ولاد. هو ليه الراجل اللي عنده ولاد دايما بيدور على واحده ما يكونش عندها ولاد، وبيدور على واحده ما يكونش عندها ولاد سواء كانت ما يسمى تاخرت في سن الزواج او مطلقه او ارمله، بس لازم ما يبقاش عندها ولاد علشان هو مش عايز واحده بمسؤوليه، لكن انا كتير عليكي كمان، عايز يقل منك علشان ما تحسيش ان المشكله مش عندك، هو اللي جاي وعنده مسؤوليه بيفرضها عليكي، بيفرضها على حياتك، فهو بيستغل. طب والولاد اللي بيدور على واحده ما عندهاش ولاد وما بيرضاش ياخد واحده عندها ولاد، هو بيدور على واحده يستغلها. انت ما تحملتيش بالمسؤوليه دي، بس بدل ما تعملي الكلام ده كله بعد ما ربنا يعني كتب لك الدنيا كلها وانت عملتي ايه في نفسك، بتروحي لواحده ثانيه بنت صاحبتك وتعرضي عليها نفس العرض بنفس الاسلوب. انت يا بنتي والله عندك ظرف كذا، مطلقه ولا اتاخرتي في الجواز، وانا جايبه لك عريس هو عنده ولاد بس انت مالكيش دعوه بالولاد، هو الولاد هيبقوا في مكان تاني وانت هنا وانت مش عارفه. نفس السيناريو. ليه بتكرري نفس السيناريو مع غيرك، مع الجيل اللي بعدك؟ عشان ما تبقيش الحماره الوحيده اللي في الدنيا. ظلمتي نفسك فمش كفايه بتدوري ان حد يشرب نفس الظلم ونفس المقلب تاني. اللي عنده ولاد يروح ياخد واحده عندها ولاد ويتحملوا ظروف بعض، ما ياخدش واحده فري فاضيه ما عندهاش حاجه، ما عندهاش اي مسؤوليات، تقول لها ده لا يعني هتنزل واقبلي. تتنزل ليه يا بابا؟ انا زي الفل، انا مبسوطه مع نفسي 80%، لو انت مش هتخليهم 90 مالكش لازمه، لو هتخليهم 70 يبقى مالكش لازمه برضه. انا النهارده لو انت عايز ان احنا نطلع نحج، انا شنطتي هجهزها، بصبري معايا ويلا بينا. لو عايز نطلع الساحل يلا، شنطتي في ثانيه الا ثانيه هكون موجوده جاهزه للساحل. لكن انت ممكن نرتب قبلها بشهرين رحله وتلغيها لي على اخر الثانيه علشان انت عندك ظرف لابنك فاجئ. انا ما عنديش ظرف لحد فاجئ، استحمل ظروفك دي ليه. وحقيقي انا مش عارفه ليه ما بيردوش بالست اللي عندهم ظروف مماثله. ممكن في رجاله بتقدر. القصه الثانيه هي مثل الاعلى في اختيار الزوج. على فكره القصه الاولانيه دي برضو علشان نكمل معاها، الراجل اللي استغلها وسرقها بالاكراه بفرض الامر الواقع وما تحملش مسؤوليه، بعد ما مات ولاده سرقوها ورثهم ودخلهم. دخل بابا كان بيروح فين؟ ده احنا نفقه ما كناش بناخد، يعني لبست من كل ناحيه. وطبعا بيموتوا هم معتقدين انهم بكل الظلم ده وبكل اسقاط اللي عملوه في نفسهم على غيرهم ان باب الجنه مفتوح كده على مصراعي مستنيه. خلينا بدي خلاص انتهينا. الثانيه اتقال لها نفس الكلام، وانت مش جميله، اتاخرتي في السن، وانت مش عارفه كذا، وهتلاقي مين يرضى بيكي بظروفك، وهي راحت مبتسمه وقالت لها ربنا يتولاني. ولفت ودارت الايام وجي حد من زمايلهم في سن مناسب لسنها واعجبوا ببعض، والعائلات اعجبت ببعض، ناس محترمه، في تكافؤ في الفكر، في تكافؤ في الاصل، في تكافؤ في الاخلاق، في تكافؤ في الفاليوز، في البرنسبلز، في المبادئ، في تكافؤ في كل حاجه، لان التكافؤ ده هو الاساس. وفي احترام متبادل، وزميلها ده اتقدم لها وتمت الجواز على خير، وقعدوا في فتره الخطوبه يتكلموا مع بعض، يعني بينهم حوار ينظموا هم عايزين يمشوا حياتهم ازاي. حياتهم تتبني واحده بواحده، بيشاركوا بعض في كل حاجه من الالف للياء، بيشتغلوا بره وبيرجعوا يشتغلوا جوه البيت. في الوقت اللي كان في زمان عيب ان الراجل يقف يغسل اطباق مع مراته، دول كان يقف يغسل معاها اطباق، بينفض معاها البيت، بيعمل معاها كل حاجه، ويقعدوا يشربوا فنجان القهوه ولا فنجان الشاي مع بعض.
ولما جابوا ولاد، الولاد اتربوا في البيئه الصحيه دي على احترام الذات وتقدير الذات وتقدير الاخر، لان انت لو مش هتعرف تحترم ذاتك وتقدرها ازاي هتقدر شريك؟ غير منطقي. فلما جابوا ولاد في الوقت اللي هم مستعدين فيه لتحمل مسؤوليه الولد، يعني كل حاجه في حياتهم كانت بناء على قرارهم، مش تلبيه رغبه مجتمع، مش لضغط مجتمع. وده هياخدني بقى للصفحات اللي في كتاب ستيفن كوفي اللي خلتني افتكر القصتين دول. طبعا انا الست الثانيه اللي هي كان عندها تقدير لذاتها وعرفت تختار شريك حياتها الصح، اللي تعرف يكون في بينهم حوار بناء، حوار محترم، هي دي مثل الاعلى. دي حرفيا الست الصح اللي فاهمه يعني ايه انوثه مسؤوله، واللي كانت متجوزاه كان هو الراجل الصح اللي فاهم يعني ايه رجوله مسؤوله، او زي ما احنا بنحب نسميها في مصر الست والراجل. لان انا يعني بحس ان مصطلح انوثه ده بيوازي مصطلح ذكوره، تصنيف بيولوجي، مؤنث او مذكر. لكن الست، فكره الستاته دي بقى، دي الستاته دي مسؤوليه. اللي فاتني هنا الصفحات اللي هي بتبدا في اخر سطر في صفحه 104 لصفحه 106. ستيفن كوفي كان بيقول ان انا في الاول، يعني انت ممكن تتعامل مع اولادك من منطلق ان انت بتجيبهم الحياه لتلبيه واجهه اجتماعيه، ان ما يتقالش عليك انك ما بتخلفش، انك ما يتقالش ان عندك اي عيب من اي نوع، تلبيه لضغط مجتمعي. وان انت ممكن طول ما انت جايبهم الحياه بسبب تلبيه الضغط المجتمعي ده، وانت تتعامل معاهم وتربيهم، انت هتبقى عين على الضغط المجتمعي مش على ولادك، لان انت اديت الفاليو او اديت القيمه لراي الناس اللي حواليك. فلو ولادك عملوا اي تصرف يحرجوك، انت هتسن سكاكينك، هتشحذ كل الذخيره اللي موجوده عندك، وتبدا ان انت تستخدم اسلوب تعنيف نفسي لو بنظره. وده كان فخر على فكره في الجيل بتاع اهالينا. انا اولادي من نظره بيقعدوا مكانهم قاطعين النفس. عملت تروما لجيلنا يا جدعان في ايه؟ بيقول ان انت ممكن ان انت تتعامل ده ان انت تعنفه نفسيا، تعنفه لفظيا، تعنفه جسديا، لكن انت في كل حاجه من دي وانت متخيل ان ابنك بيسكت او بيقعد قاطع النفس، ده معناه ان هو مطيع وابن مثالي وان انت كده ربيت؟ لا، انت بتشحن جوه ابنك ده بركان ساعه لما هينفجر بسوء حاله. ممكن هتوصل لمرحله ان العلاقه دي مش بس سيئه سوء عادي، لا ده انفجار، يعني بركان يسبقه زلزال ويصاحبه تسونامي، يعني شيء سيء. ده ممكن يكون طريقه ان انت تختار فيها تكون النوع ده من الاب وتجيب ولادك لهذا السبب. النوع تاني من الاباء، الفاليو اللي في حياتك هو ان انت تبني علاقه صحيه مع ولادك، مش باسلوب التربيه الحديثه عشان مش مقتنعه بيها، اللي هو اسلوب اي حاجه احنا ما نقولهمش لا على حاجه، وما ينفعش نحط قيود وما ينفعش نحط حدود، لان ده مش منطقي. الحياه بتجبرنا كبشر ان احنا يكون عندنا حدود، الاديان بتحط لنا حدود، واحنا دورنا كبشر ان احنا نتاقلم ازاي نعيش حياتنا ونفكر في الحدود دي ومنطقيتها. انك يكون عندك النفس انك تكون مقنع لاولادك، هو ده المطلوب. انك يكون عندك القدره انك تناقش وتراجع نفسك جوه نفسك وانت بتربي ولادك، هل اللي انت مقتنع بيه ده وقناعاتك واللي انت شايفه صح او غلط النهارده ده هو فعلا صح او غلط، ولا اولادك عندهم وجهه نظر تستحق انك تعيد افكارك من تاني. انك تكون حاطط في دماغك ان اهم حاجه واولويات حياتك هي انك تحافظ على علاقه احترام متبادل ومحبه بينك وبين ولادك بغض النظر عن المجتمع اللي حواليك كله، مش تكسر ولادك عشان ترضي المجتمع. هو ده المفروض، انك تربي ولادك بنفسيه ان في يوم من الايام وانت الدنيا اتشقلبت انت عارف تحط الحدود لنفسك قبل ما تتفرض عليك من بره. ده اللي محتاج المجهود. فلو ما عندكش الاستعداد لده يبقى الانتي ناتاليزم افضل. والانتي ناتاليزم اللي هي اللا انجابيه، اللي هو اوكي بس تكون انت مستعد او انت مستعده ان انتوا تكونوا ازواج، لكن مش مستعدين ان انتوا يكون عندكم اولاد. دي حاجه اللي بيخليني ضد فكره ان واحده ما عندهاش اولاد تتجوز واحد بيحاول يقلل منها وهو عنده اولاد اكتر من سبب. ده رايي بقى الشخصي بعيد عن الكتاب. واحد، هم موجودين في حياتك زي ما قلت في الاول، حتى لو مش موجودين بكساتهم، هل انت عندك استعداد انك تكوني رقم اتنين؟ انت دايما هتبقي رقم اتنين بعد ولاد. تمام. اتنين، هو بيدور على واحده ما عندهاش ولاد علشان مش عايز يشاركك تحمل مسؤوليه من طرفك، هو عايز ياخد مش عايز يدي. هذا الشخص طفل لم ينضج بعد، مراهق مستهتر، عايز ياخد مش عايز يدي. دي حاجه تانية. لو انت قبلتي واستحملتي كل الكلام ده، هل انت متاكده ان هو قايم بدوره فعلا؟ يعني ده الراجل تسالي عليه، هل هو قايم بدوره تجاه ولاده ولا ملضيهم؟ ما هو لو ملضيهم هيعمل معاك ايه؟ وفي جميع الاحوال عنده ولاد ولا ما عندوش ولاد، ما ينفعش حد يدخل من البيت من منطلق انا كتير عليكي، مين هيستحملك بظروفك؟ لا حبيبي ربنا موجود، هي فلان يتولاني لا انت ولا غيرك. لا والله حضرتك كتير عليا، انا حاسه انك كتير برضه، انا كتير عليا
ما تسمعش الكلام دي خالص. الجواز اساسه الموده والرحمه، اللي هو مش موجودين ما بين الزوجين ما بتتنقلش للابناء، لان المؤسسه مبنيه غلط. والموده والرحمه ما بيتبنوش الا على الاحترام المتبادل، والاحترام المتبادل بيجي لما يبقى على الاقل 80% من القيم الحياتيه بتاعتنا متشابهه. هل ممكن تتغير؟ احنا ساعات قناعاتنا بتتغير مع الزمن، بنكبر، عقولنا بتفكر اكتر، الحياه بتمرنا بتجارب بناخد منها دروس اكتر. واللي ما يتغيرش قناعاته مع تجارب الحياه ما بيتعلمش يا فندم، ده غبي. هي الحياه مدرسه، بتديك القلم عشان تعرف الدرس. الامتحان بيجي الاول، الدرس بيجي الاخر. بتتعلم بالتجربه، مفيش حد كاتب لك منهج بتمشي عليه. اللي موجود في الكتب قد يتشابه وقد يختلف حياتك، لكنه بيوسع لك افاق، وكل واحد تجربته مختلفه، فما ينفعش يفرضها على غيره، وخصوصا ان كان غبي في حياته. يعني بجد لما تكوني غبيه واخترتي جوزك غلط وعشتي حياتك غلط ومررتي عيشه ولادك، لو كان عندك ولاد ما تروحيش تدوري على حد تجربي فيه وتعيدي معاه التجربه، لا عيالك ولا عيال زمايلك يعني اتلموا. الراجل ده بيتكلم بيقول انا ساعات لما اجي بتعامل مع ابني او مع بنتي بفكر انا في جنازتي لو هم هياخدوا كلمه ويقولوا الكلمه بتاعه الوداع، ايه مشاعرهم تجاهي؟ انا في نظر ولادي ايه في اللحظه دي؟ انا لا املك عليهم سلطه اني اجبرهم يقولوا الكلام اللي انا عايز اسمعه. انا قلت لكم ان الناس دي بذمه الله، بس انا ما اترحمتش عليهم، لان اللي اذى نفسه وحاول يتعدى بالاذى انه ياذي من نفس الكاس غيره وهو واعي ان انت اتخذيت تاذي غيرك عشان ما تبقاش لوحدك في الحمار، انا ما عنديش القدره ان انا اتعاطف معاه ولا اترحم عليه. لو كان ده اب او ام وانا بنتهم، تفتكروا في جنازتهم هيبقى ايه الموقف؟ فلو ما انتش عامل حسابك ان في يوم من الايام مش هيبقى لك سلطه على اولادك تجبرهم على اللي انت عايزه، وان قدرت تجبرهم حياتك كلها، ولو انك ما فيش حد بيقدر يجبر عياله حياتهم كلهم، لان في لحظه بتوصل هتبقى لحظه رحمه ما بينكم وما بين بعض، لحظه انفجار قبيحه بما يكفي ان انت تبقى في عين ولادك مستقيم حياتك. كل ده سبب اختيارات غلط من الاول وعدم استعداد. الناس عشان تتجوز لازم تكون ناضجه كفايه انها تبدا حياه مع طرف اخر، فانت لازم تبقى عندك الف ب نضج ان انت تعرف تعيش حياتك لوحدك اصلا، عارف قيمتك الذاتيه، تقدر قيمه الاخر، وبعدين بعد كده تقول اقدر اشترك، انا مستعد بكل المقاييس، مش ماديا بس، ماديا ونفسيا وجسديا، كل حاجه. مستعد تشارك الاخر الحياه دي ولا لا؟ اتنين، عايز تجيب ولاد، عايز تجيبهم ليه؟ تلبيه لصوره اجتماعيه تكمله البرواز، ولا عايز تجيب ولاد لان انت حابب ان يكون عندك ولاد وواعي لمسؤوليه الولاد وعارف تحبهم صح وعارف اكتسابهم صح؟ لان الحب المؤذي مش حب تعلق، وان ولادك اتعلقوا بيك في الاول عشان مش عارفين غير ان الطبيعي بالفطره ان احنا بنحب ابهاتنا وامهاتنا، مع كتر الاذيه انت مش بس بتخسر حبهم وبتستدعي كرههم، انت بتحطم المثل الاعلى، بتحطم الحمايه والثقه، بتحطم قدرتهم على انهم يثقوا في كل اللي حواليهم وفي نفسهم. مجرم بكل المقاييس، اكتر من اجرام الست اللي دمرت حياتها وبتدور على بنت زميلتها تدمر حياتها بنفس الاسلوب وبنفس واقع الكلمات، متخيله انها هتبقى موجوده، لولا ان بنت زميلتها كان عندها من الوعي اللي هي خبطتها الخبطه اللي هي فوقي لنفسك وقالت لها انا مش قليله علشان يتقال لي مش هتلاقي حد يرضى بيكي. الكلام ده للقليلين، لكن انا عارفه قيمتي كويس. انا مش عايزه اطول اكتر من كده، فهقول لكم سلام. الكتاب ده انا هقعد اقرا فيه غالبا من شهر يونيو، بس ده احتمال يكمل معايا في يوليو، لان انا بقف فعلا، يعني بحس ان انا مش عايزه اقرا باراجراف تاني او صفحه تانيه الا لما الاول اهضم اللي قريته. والمره دي انا حاولت ان انا اكون معاكم بس في فكره انا ازاي دماغي بتروح وانا بقرا كتاب زي ده، اللي هو بفتكر حكايات فعلا مرت حواليا مرت. والهدف مش النميمه على فكره، الهدف العبره.